ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهاردة هنتكلم عن حادثة الطيارة السعودية والطيارة الكازاخستانية، واللي يعتبر الحادث ده من ابشع حوادث الطيران اللي حصلت على مر التاريخ. بس قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى لو تعملوا لايك علشان تدعموني، وكمان تعملوا سبسكرايب في القناة لو اول مرة تشوفونا. ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. في فيديو النهاردة زي ما قلت لكم هنتكلم عن حادثة من ابشع حوادث الطيران، واللي حصلت في 12 نوفمبر سنة 1996 لما أقلعت الطيارة السعودية رقم 747 واللي هو 747. أقلعت من مطار نيو دلهي وكانت متجهة لمطار زهران الدولي في السعودية، وكانت الساعة 6:30 المغرب. وفي نفس الوقت ده أقلعت طيارة الكازاخستانية واللي كانت متجهة للهبوط في مطار نيو دلهي. وفي نفس الوقت الطيارة السعودية كان الطيار بتاعها هو الطيار خالد الجبيلي عمره 45 سنة، ومساعد الطيار كان اسمه نظير خان، والمهندس الجوي أحمد إدريس. الطيارة دي كان فيها 2 من الجنسية السعودية، وباقي الركاب كانوا من جنسيات مختلفة، على عكس الطيارة الكازاخستانية واللي كان كل ركابها من كازاخستان وكانت أصولهم روسية. المهم ان اقلعت الطيارتين وكل طيارة من الاتنين متجهة للوجهة بتاعتها، ومفيش اي مشكلة بتعوق وصول اي طيارة للوجهة بتاعتها، ولا كان في اي مطبات هوائية ولا عواصف ولا رياح ولا امطار ولا اي حاجة في الطقس تعوق وصول اي طيارة من الاتنين. وفي الوقت اللي الطيارتين متجهين فيه كل طيارة لوجهتها، برج المراقبة بعت الطيار الكازاخستاني وقال له انه ينزل بمستوى الطيارة بتاعته لمستوى 15,000 قدم قبل ما يوصل لمطار نيو دلهي على بعد 119 كيلو متر. وفعلا نزل بمستوى الطيارة بتاعته، وفي نفس الوقت ده وصل للطيار السعودي امر بان هو يرتفع بمستوى الطيارة بتاعته، وكل واحد فيهم ماشي في المستوى بتاعه، والطيارتين ماشيين في مسار واحد ولكن عكس الاتجاه. وبعد دقايق بعت الطيار الكازاخستاني لبرج المراقبة انه هيرتفع بمستوى الطيارة بتاعته شوية، لكن برج المراقبة بعتوله تحذير وحذروه بان في طيارة تانية معاكسة ليه في الاتجاه وماشية في نفس المسار، والمفروض ان اول ما يشوفها لازم يبعت لهم اشارة. ولكن الطيار الكازاخستاني مردش على برج المراقبة بأي رد، فقرروا ان يبعتوله التحذير مرة تانية، ولكن في المرة دي كان خلاص حصل اللي كانوا خايفين منه. وفي الوقت ده في لحظات بسيطة جدا دخل الدراع الأيمن للطيارة الكازاخستانية في الطيارة السعودية، وهنا اتدمر ديل الطيارة السعودية تماما ووقعت مرة واحدة. وفي الوقت ده كانت الطيارة الكازاخستانية محافظة على وزنها أو على توازنها في الجو للحظات، وبعد كده وقعت هي كمان مرة واحدة، وده لأن كان حجمها كبير وكمان كانت تقيلة جدا. في الحادثة دي مات أكتر من 350 شخص، كان منهم 312 راكب تقريبا في الطيارة السعودية. أثناء الحادثة كان موجود طيار في الجو بالطيارة تابعة لخطوط أمريكية بيحلق في المجال اللي كان موجود فيه الطيارة الكازاخستانية والطيارة السعودية، وكان هو الشاهد الوحيد على اللي حصل. وقال الطيار ده ووصف اللي شافه انه كان عبارة عن كتلة نارية، والمنظر كان صعب ومرعب جدا. المهم تم تنظيم لجنة علشان يحققوا في القضية دي ويشوفوا مين السبب في الحادثة دي، هل الطيار السعودي او الطيار الكازاخستاني، او اصلا العيب كان من برج المراقبة، ولا مين السبب، وهل السبب كان في الاحوال الجو او في الطقس، ولا السبب كان فين. ورئيس اللجنة دي كان قاضي في محكمة نيو دلهي العليا. المهم تم فك شفرات الطيارة والأجهزة اللي فيها، وكمان الصندوق الأسود واللي بيبقى مسؤول ان هو يسجل كل شيء بيحصل على الطيارة، وبيكون صعب تدميره، علشان كده بيستخدموه في القضايا اللي زي دي وفي قضايا اختفاء طيارات لو لقوه. المهم انهم لما فكوا الشفرات عرفوا ان الغلط كان من الطيار الكازاخستاني، واللي وصل له امر بانه ما ينفعش يرتفع بمستوى طيارته، ومع ذلك هو ارتفع بمستوى الطيارة بتاعته. ولكن قالوا ان الطيار الكازاخستاني ما كانش بيعرف اللغة الانجليزية،
علشان كده كان مسؤول او موجود معاه شخص هو المسؤول عن التواصل ما بينه وما بين برج المراقبة، يعني بياخد المعلومات والأوامر من برج المراقبة وبعد كده بيوصلها للطيار الكازاخستاني باللغة اللي هو بيفهمها. وبيقولوا ان الشخص المسؤول عن الحادث ده هو الشخص اللي كان مسؤول عن ترجمة الأوامر ما بين برج المراقبة والطيار. ولكن كان في ناس بتقول ان كان في الوقت ده عاصفة ومطبات هوائية، علشان كده كان المفروض ان هو يرفع مستوى طيارته على ما يعدلها ويعمل ويظبط التوازن بتاعها، وبعد كده هينزل للمستوى المطلوب. ولكن اثبتوا ان في اليوم ده ما كانش فيه اي عواصف ولا فيه اي مطبات هوائية. اما بقى الطيار خالد الجبيلي ما كانش ليه اي ذنب في اي حاجة في الحادثة دي، ده غير ان هو في لحظاته الاخيرة كان بيحاول برضو ينقذ ارواح الناس، وحاول ان هو ينقذ حادثة كبيرة جدا او يعني كارثة كبيرة جدا انها تحصل. والكارثة دي شهدوا عليها سكان القرية اللي وقعت فيها الطيارة السعودية، وقالوا ان لاخر لحظة كان الطيار بيحاول يسيطر على الطيارة علشان ما تقعش فوق المنازل، وفعلا قدر ان هو يوقعها في حقل زراعي علشان يتفادى ان يحصل كوارث وان يحصل هدر في الارواح اكتر من الناس اللي ماتت في الطيارة. الطيار خالد الجبيلي كان عنده طفل عمره 2 سنين قبل ما يموت، والطفل ده لما سألوه قال ان هو نفسه يطلع طيار زي والده، وفعلا الولد ده لما كبر بعد اهتمام ورعاية والدته دي قدر ان هو يكون طيار ويحقق حلمه ويبقى زي والده الشهيد خالد الجبيلي. وكده تكون خلص فيديو النهاردة وخلصت قصة الطيارة السعودية والطيارة الكازاخستانية، واشوفكم في فيديو جديد وقصة جديدة وبس كده. الله أشهد أن لا إله إلا الله.